رجعوا كيفاش ما يبقاش هو يدور في التليفون؟ سي بون صافي لازم ما تعرفوش. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوتنا جميع الفئات، يعني الله يبارك حنا هو العموم راح نوجهوه الفئة أولا التكميلي والمشطوبين. حنا اليوم كان عندنا لقاء هنا في الجزائر العاصمة، واتصلنا بمكتب منظمة متقاعدي الجيش في زيرالدا، المكتب الوطني، وكان لقاء مع رئيس المنظمة. اللقاء اللي احنا بالنسبة لنا احنا كفئة التكميلي نشوفوا فيه بإذن الله لقاء مثمر، لأنه احنا الأمور اللي بنينا عليها قدمناها في تقرير مفصل على الوضعية تاع فئة التكميلي. حطينا جميع النقاط اللي تخص فئة التكميلي. تكلمنا على خاوتنا ثاني المشطوبين اللي كنا من المفروض يحضروا معنا اليوم جمال وما جاوش هكذا. احنا مشينا في الطريقة القانونية، ومشينا في الطريقة النظامية اللي فرضتها وزارة الدفاع الوطني. احنا مشينا بطريقة نظامية، طريقة قانونية. تلاقينا رئيس المنظمة، قدمنا له تقرير مفصل فيما يخص الفئة هذه والمطالب تاعنا. احنا ان شاء الله تلقى اذان صاغية عند المسؤولين تاعنا لدى وزارة الدفاع الوطني انهم ياخذوا المطالب تاعنا هذه بعين الاعتبار، لانه احنا فئة التكميلي هذه نشوفوا في رواحنا ظلمونا ظلم كبير. الظلم نتاعنا راه ظلم كبير. ان شاء الله ينظروا في المطالب تاعنا، يعطيونا الحقوق. احنا الرساله نتاعنا وصلناها للجهه الوصيه، نعاود نذكر، وهي منظمه متقاعدي الجيش. سلمنا المطالب تاعنا رئيس المنظمه شخصيا، والاجتماع تم في المقر تاع المنظمه واحتواته منظمه متقاعدي الجيش. وحنا الحمد لله يعني وصلنا للامر هذا بتوفيق من الله عز وجل اولا. وبعدها كان عندنا لقاء في دار ابراهيم، تكلمنا على خاوتنا ثاني المشطوبين وخاوتنا المرضى، الناس اصحاب الملفات العسكريه. خاوتنا المشطوبين هنا باش نكونوا واضحين ونكونوا في الصوره، هنا النضال تاعنا متواصل مع خاوتنا، وين ما تحتاجونا تلقاونا. تكلمت انا مع عيسى شامخ شخصيا، تكلمت معاه. للاسف المشطوبين ما جاوش، حضروا غير جماعه تاع التكميلي هما هنا قدام كامل. قدمنا ما يمكن تقديمه. الحمد لله. انا نعاود نقول هذا توفيق من عند الله عز وجل انه نوصلوا الامر كما هذا. باذن الله في القريب العاجل راح تكون ثاني مستجدات على خاوتنا، راح ننشروها في بث مباشر. خاوتنا المشطوبين وين ما تحتاجونا تلقاونا، ونخلي الكلمه لخاوتنا معنا ثاني. السلام عليكم خاوتي. واش نقولوا حنا اليوم الشيء اللي رانا درناه بالنسبه تسمى الفئه تاعنا سماو انجاز، لانه حنا الفئه تاعنا ما كانش الناس اللي يقدروا يهضروا باسمها ويمثلوها. اليوم رانا تمكنا من عقد اجتماع في مقر المنظمه، وخرجنا بالاجتماع هذا اننا درنا ممثلين يمثلوا الفئه تاع الناس اللي راهي تتقاضى في منحه العطب وما تقاضاش في المعاش. والحمد لله انه الاجتماع هذا تسمى خلص مجلس اللي يتكون من 10 افراد، وراهم في الفيسبوك نورمالمون رانا طلقناهم. نورمالمون الناس هذو فيهم ضباط، فيهم صف ضباط، فيهم جنود، فيهم عرفاء. تسمى راه كان المجلس تسمى نقولوا من الفئات بكل. ونقول الحمد لله اننا درنا ثاني حوار مثمر مع المنظمه اللي تسمى قدمنا لها انشغالات تاع الناس هذو، سواء تاعنا ولا تاع الناس صحابنا. وزدنا تنقلنا لدار ابراهيم الاستفسار على امورنا والشيء اللي خصنا ثاني في التكميلي والامور تاعنا اللي تخصنا. والحمد لله دوكا تسمى رانا على الاقل رانا عندنا ناس يمثلونا ويقدروا يهضروا باسمنا، وهذه هي الحاجه اللي خرجنا بها اليوم. والشيء الاخر يجيب النضال ما يجيش بالرقاد في الديار. وحنا ان شاء الله الناس هذو اللي درناهم جدد يقدروا يقدموا القضيه، الشيء اللي بالك ما زال ما يخصنا في امورنا الشخصيه. ان شاء الله يا ربي يقدموا ما الشيء اللي يقدروا عليه، وحنا ثاني رانا معاهم في المجلس ان شاء الله نقدموا الشيء اللي نقدروا.
وهذه هي لازم الضابط الملازم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم روحك. لا ما يعرفون قدم روحك. الملازم الاول معطوب فؤاد عمرون. بالنسبه ما عنديش اضافات على الزملاء فقط نذكر الفئات تاعنا. احنا المفروض راه عندنا تراكم نتاع خبره وتجربه وتراكمات ماشي تراكم، ورانا في مرحله نضوج. بمعنى الطرق النضال تاعنا نحاولوا اننا نكونوا طرق نظاميه، طرق قانونيه، ما نوصلوش قال لك نحاولوا السلامه هي الاولى، نكونوا مطابقين القانون والامور راه واضحه، والزملاء يبانوا بالامور واضحه، وان شاء الله الى مزيد من الانجازات ان شاء الله، وربي يوفق. شكرا. السلام عليكم. اخوتي عبر 58 ولايه، مشطوبين ومعطوبين ومحاربين العشريه السوداء. احنا درنا لقاء اليوم مع المنظمه، ولقاء ان شاء الله راهو مثمر للجميع، وان شاء الله راهو فيها خير. ورانا هضرنا على خوتنا المشطوبين، رانا ما نسيناهمش، والحمد لله اللي وفقنا ربي ورجعنا وعاودنا ثاني نركلاموا على نفس الفئه. هناك مشطوب وكمعطوب في نفس الوقت، ماشي دانا نسو خوتنا، واللي علينا درناه والباقي على ربي. والسلام عليكم. أنا كامل عندي ربي يوفقكم وربي يحفظنا ويحفظ الجزائر بصفة عامة، وتحيا الشهداء وتحيا جيش المنتخب الشعبي. هو معلومه خوتي يعني الشفروتي معلومه لخوتنا الشفروتي ومشطوب مع خوتنا حتى ومشطوب. رحنا شفنا الملفه، يعني كي شفنا استفسرنا على القضيه بصفه عامه تاع خوتنا المشطوبين. وكما سبق وقلت كان عندنا اتصال اخوتي وعيسى وعلى باله، هضرت معاه انا شخصيا وعلى بالهم. احنا خوتنا مشطوبين ما جاوش الشفروتي، ثم هو اللي يمثل خوتنا المشطوبين. هذا خونا ثاني راه تكميلي. اذا خوتنا 58 ولايه. انا نعاود نوصي على حاجه واحده، اللحمه، الاتحاد والاخوه. ما نخسروش بعضنا خوتي، لازم نبقاو واقفين مع بعضنا، مش اللي تسوى يهرب. هنا كاين ناس تسوات وهربت، ودرك يكون بث مباشر نعاود نفصل فيه امور واحده اخرى. خونا زوبير ولا القبه بالك تمدوا كلمه. تفضل. أنا خاوتي واش نقول لكم، الحاجة الأولى نقول لكم السلام عليكم. أنا راني راقب أول مشطوب أولا وقبل كل شيء، قبل أن نكون معطوب. اليوم جاو جماعة رانا حضرنا، وبإذن الله إن شاء الله فيها نتيجة. وانا راني مع خاوتي على العهد باقول. هذه هي، وتحية الجزائر وربي يرحم الشهداء. بارك الله فيك. السلام عليكم خاوتي المشطوبين والمعطوبين. احنا سلميين، وحنا ندقوا القانون في الباب تاعو، وكيما قال القانون احنا نمشوا معاه. راك فاهم ولا ماكش فاهم؟ دوك لا حبيت واش عندي رساله للدوله ثاني، عندي رساله للدوله. نتمناو ان المطالب تاعنا يوصلوكم، وتشوفوا في هذه الفئه اللي راهي مهمشه تهميش لا يوصف. شوفوا فينا الله يرحم والديكم، شوفوا فينا ورجليونا، خلونا نروحوا نقبضوا ديالنا. الله يرحم والديكم، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الاول توني حمزه محمد. رانا جينا هنا مع الاخوه كما راهم فصلوا في اللقاء هذا اللي تم على مستوى المنظمه. رانا المنظمه راه هي الهيكل القانوني الوحيد اللي راه متاح وراه واقع مفروض. اللي بهذه رساله بالك ما طرحوهاش الاخوه بالنسبه للناس اللي ما جابش اعتمادات في الهياكل الاخرى. احنا ماذا بينا نلتفوا حول هذا الهيكل القانوني، لان هذا هو الهيكل اللي عنده القوه اللي غادي ندخلوا به ونجيبوا به الاخر حقوق راها مهضومه. احنا هذه راه امور مبدئيه تاع المعاش، راه من بعد كي ندخلوا في مجال الحقوق راه تفصيل اخر. ولو كان نديروا غير مطابقه برك مع قوانين بعض الدول الاخرى نشوفوا حجم الحقوق وحجم التجاوزات اللي راه في قانون المعاشات وفي حق المحاربين القدماء هذو.
من حقهم بطاقة محارب قديم، من حقهم دي بونسيون، من حقهم بزاف امور اولويه. الاعتراف من الدوله الجزائريه فيها بزاف امور. السلام الله. عليكم ورحمه يعطيك الله الصحة. تعالى وبركاته. ما كيفاش خوتي انا واش غنقول لكم. انا بالنسبه هذا ميساج للدوله الجزائريه. انا رانا قلت نخدموا بالقانون، رانا نخدموا بالطريقه القانونيه. ان شاء الله يا ربي خيركم كنتوا تقولوا راهم مشاغبين وراهم ايدي خارجيه وما على باليش شي هو. ان شاء الله اليوم سيدي رانا ماناش مشاغبين، رانا نخدموا بطريقه قانونيه. هانا سيدي رحنا للمنظمه، هانا رحنا لصندوق المعاشات مهما كان استفسار امور، ودرنا ثاني كيف اسمها درنا تقرير كتابي مفصل معاه، وطالب مقابله للواء المدير المركزي. وهنا قاعدين نمشيو بطرق قانونيه. وحنا نورمالمون بلا ما نزيدو نديرو التحركات هادو، نورمالمون المطالب تاعنا راه مسوا اللي جاو على مستوى التنسيقيه راهم في وزاره الدفاع، سواء اللي جاو عن طريق المنظمه راهم في وزاره الدفاع، سواء المطالب اللي جاو عند الناس اللي راهم عشوائيين وقاعدين يهضروا ومساكن وتسماو يحكيو الشيء اللي نورمالمون ما نحكيوش في التواصل الاجتماعي. نورمالمون المطالب تاعنا راهم عندكم، نورمالمون حنا راه ما نحتاجوش الشيء اللي رانا قاعدين نديرو فيه، بصح حنا معليش ونافع وكيف يقولوا مواظبه على النظام. فوالا حنا معليش مواظبه على النظام عارف يقولوا كيف الذكر يا جمال. وذكر فإن الذكرى تنفع. بارك الله فيك يا جمال. رانا سيدي ما عليناش، رانا زدنا ولينا بالك قادر نسيتونا، رانا قاعدين نذكروا فيكم باللي احنا المطالب تاعنا اللي على مستوى وزاره الدفاع ولا على مستوى دار ابراهيم ولا على مستوى الرئاسه راهم ما كان والو. ورانا من 2021 وحنا رانا ندوروا في حلقه فارغه، ما كان والو مهما كانت اوامر الرئيس بالتكفل بالملف المحاربي العشريه السوداء، ولكن النتيجه في ارض الواقع راهي 1%. لانه كي نشوفوا حنا الشيء اللي عالجوه من الشيء اللي امر به الرئيس 1%. يعني الرئيس يمد امر باش تعالجوا الملف تاع محاربي العشريه السوداء، يعني يتعالج من 100% يتعالج 1% و99% تقول تعاني. انا نذكروا فيكم نقول لكم المطالب اللي رانا حطيناها راه مازالت كما راها تتراوح. وامر الرئيس بتسويه ملف محاربي العشريه السوداء راه ما كان والو في الحقيقه. حتى روتار ديلي خوتنا روتار ديلي، الملف تاع روتار ديلي هذا اللي راهم يحكيو عليه مازال ما فيه والو. هذه هي راهو الملفات تاع الناس بوكو تاع محاربي العشريه السوداء راهو يتراوح في بلاصتو ويدور في حلقه مفرغه. ها رانا قاعدين نذكروا باش ما تقولوش هم قاعدين يديروا في التشويش ولا راهم قاعدين يديروا في الفوضى. ها رانا نذكروا. السلام عليكم اخوتي، السلام عليكم.